عقدة الخواجة. احنا بقينا في مشكلة كبيرة يا جماعة، ان احنا بقينا نتكسف نتكلم اللهجة بتاعتنا واللغة بتاعتنا. يعني بقينا حاسين كده لو اتكلمنا كلام اللي هو العادي ان احنا كده ناس بيئة وناس مش راقية. فلازم وانا رايحة اشتري حاجة، بدل ما اقول فستان لازم اقول درس، لان انا لو قلت فستان هبان ان انا واحدة مش فاهمة حاجة. ده حتى الناس اللي هم بقوا يشتغلوا في المحلات لو انت قلت قدامهم فستان تقولك لا اسمه درس. يعني اكني مثلا كلمة فستان دي بقت يعني بقت عيب وحاجة تتكسف منها، انت بتتكسف من لغتك. دي كارثة، معنى ان انت بتتكسف من لغتك ان انت شايف ان انت هويتك مش كويسة، ان انت مش واثق من نفسك، مش معتز بكرامتك، مش معتز بالهوية بتاعتك. يعني انت شفت مرة واحد الماني مكسوف يتكلم الماني وحاسس ان هو لو اتكلم الماني يبقى هو كده حد بيئة وحد مش كويس؟ شفت واحد مثلا امريكي مكسوف يتكلم امريكي وقاعد بيدخل في كل كلامه كلام بلغة اجنبية علشان يحسس نفسه ان هو حد شيك وحد كويس؟ يا جماعة دي عقد وعدم ثقة بالنفس، ان انت عايز تبقى شبه الخواجة، نفسك تبقى خواجة، بس للأسف الخواجة مش هيقبلك ومش هيحترمك لان انت مش محترم نفسك. اذا كان انت مش مقدر هويتك، مش مقدر لغتك، مش مقدر اي حاجة يعني فيك، فازاي اللي بره هيقدرك؟ هل معنى كلامي ان احنا ما نتكلمش اي لغة اجنبية خالص وما ندخلش فيها؟ لا، غصب عنك هتدخل كلام انجليزي في كلامك او فرنساوي او ده غصب عنك. يعني مثلا دلوقتي لو حد خبط فيك هتلاقي نفسك كده تلقائي بتقوله سوري مش اسف. هتلاقي يعني 70 80 من الاجيال دلوقتي بتقول لا، بتقول سوري مش اسف. خلاص، لان هما في دماغهم اتبرمجت، خلاص الموضوع اتبرمج ان هو يقول سوري. طبعا من كتر الاحتكاك وان بقى ده العادي في الشارع، فهتلاقي ان الكلمة طلعت تلقائي من غير ما تفكر فيها. دي في حد ذاتها كارثة. فيا ريت يا جماعه، انا بقولكوش ما تقولوش لان احنا زي ما قلت لكم غصب عننا، لا بس خلوا بالكم وانتوا بتتكلموا. ولو اتكلمتوا كلمه في وسط الكلام ورجعتوا افتكرتوها باللغه العربيه او بلهجتك قولها. قولها، دي مش عيب. حرام ان احنا ننسى اللغه بتاعتنا، حرام ان احنا نستعر من اللغه بتاعتنا. هل معنى كلامي ان احنا ما ندرس لغات وما نتعلمش لغات؟ لا طبعا. يعني احنا المفروض ندرس لغات ونتعلم لغات ونعرف نتكلم كويس جدا، ونعمل وقت ان احنا نتكلم مع الاسرة او مع اصحابنا كلام كله بلغة اجنبية من غير ولا كلمة عربي، عشان نحسن من مستوانا ومن نطقنا ومن طريقة تفكيرنا باللغة الاجنبية. بس ده مش معناه ان انا استعر من لغتي وان انا ابقى نفسي اقول كلمة باللغة بتاعتي ومكسوف للناس تقول عليا ايه. لا، دي كارثة. يعني دلوقتي حتى المحلات اللي هي المصرية والعربية اللي هي جوه البلاد العربية عادي بقت، يعني حتى لو هو محل محلي مش حاجة دولية، مش تبع ماركة دولية او زي ما احنا اتعودنا نقول عليها براند. فده بيخلي الناس خلاص دلوقتي كل الناس بتسمي محلاتها بلغة انجليزية معظم دلوقتي الوقت او فرنساوي. اكني مثلا لو انت سميت المحل بتاعك اسم عربي ده وهتبقى بيئة وهتبقى وحش والناس هيقولوا عليك ياي ايه ده. طب ليه يا جماعة؟ يعني للدرجة دي احنا شايفين نفسنا قليلين وناس حقيرة؟ ده حتى يعني دلوقتي الجيل اللي طالع واجيال قبلهم طبعا بقوا يتكلموا حتى اللغة بتاعتنا بيحاولوا يدلعوها عشان يحسوا برضو ان هم لا انا مش زي الناس، انا ابن ناس، انا واحد راقي. فيبدأ يقول لا انا بحبش اروح عند الطنط. اصل انت مثلا لو قلت لا بحبش اروح عند طنط دي هتبقى بالنسبة لك مشكلة. يا جماعة بجد، يا جماعة بلاش عقد، بلاش قيمتك في نفسك، مش في طريقة ان انت بتتكلم بتدخل كلام انجليزي في كل كلامك، او ان انت تعوج لسانك حتى في اللغة بتاعتك العربية او في اللهجة العامية عشان تبقى حد. لا، قيمتك في تعليمك، قيمتك في شخصيتك، قيمتك في اخلاقك، قيمتك في حاجات كتير، قيمتك في فايدتك لعيلتك ولمجتمعك، قيمتك في الرضا والاشباع النفسي، قيمتك ان انت عايز تتعلم لغة روح اتعلمها ومارس وتعلم. بس مش عشان ان انت تدخل في الكلام العادي بتاعك كلام بلغة معينة علشان انت مكسوف ان انت تتكلم اللغة بتاعتك او الناس كلها بتقولها كده فلازم تبان ان انت راقي. لا لا يا جماعة،
وانت لما تيجي تتكلم بقى كلام كله انجليش او فرنساوي او اي حاجه، شفتوا انا قلت انجليش هو باي ديفولت، يعني حتى كلمه انجليزي بقيناش نقولها كتير. يعني شفتوا التاثير والتطبيع في دماغنا بقى عامل ازاي؟ بقى خلاص العقل الباطن بيتكلم، ودي مشكله لان مع الاجيال القادمه هينسوا اللغه اصلا. يعني ممكن ينسى هو انا الكلمه دي كنت بقولها بالعربي ازاي. يعني شوف احنا هنوصل، ده خطر. فانا بقيت دلوقتي اركز مع نفسي، لا انا المفروض اتكلم اللغه بتاعتي، بحسن نفسي، وممكن اقعد ساعتين اتكلم انجليزي او فرنساوي بس انا عارفه ان انا بحسن من نفسي وبطور من نفسي. ولو جه واحد اجنبي هقدر اتكلم واتفاهم معاه، ولو بسمع اخبار باللغه الانجليزيه او الفرنسيه هعرف وابقى فاهمه وكل حاجه. علشان انا لازم اكون حد متطور ومطلع وكل حاجه وثقافه وكل حاجه. بس مش معنى ده ان انا ابقى مكسوف من لغتي، ان انا لو قلت فستان ابقى وحشه، لو قلت ماركه بدل براند ابقى بيئه، لو قلت اللي انا عايزه اشرب قهوه بدل ما قلت كوفي او كافي، على حسب انت بتتكلم بقى انجليزي بلهجه امريكيه ولا بريطانيه، يبقى انا لا يبقى انا بيئه وانا وحش ومش راقي. لا يا جماعه، مش هي دي الثقافه. يا جماعه احنا لازم نحافظ على هويتنا، على شخصيتنا، لازم نبقى عندنا ثقه في نفسنا، لازم نتعلم نبقى واثقين في نفسنا، نعتز بكرامتنا. ما هي دي كرامتنا، هويتك. انت ايه هويتك؟ ما عندكش هويه، ما عندكش كرامه. فين اصلك؟ مفيش اصل، بتستعر من اصلك، بتستعر من لغتك. يعني سبحان الله، ده شيء عجيب. فما بقولش ان احنا بنعملش كده في حياتنا اليومية، انا ذات نفسي بقول كلام وبدخل كلام، وده غصب عني من كتر ما بسمع ومن كتر ما اتعودت. بس انا بدأت اركز دلوقتي واقول ان احنا في كارثة ولازم نغير من طبعنا. لا، لازم اتكلم لغتي وابقى فخورة بيها.